متخرجة من 3 سنين، 3 سنين وانا بكسل انزل. فالنهارده بقى قررت ان انا انزل جامعة المنصورة واستلم شهادتي واخد الملف بتاعي. فاللي هو انتوا متخيلين 3 سنين ولسه بستلم الشهادة دلوقتي. وكده كده انا عارفة ان انا اصلا هاخدها واحطها في الدرج جنب الشهادات وجنب الاوراق التانية، بس المهم ان انا استلمتها في الاخر. بس كده. ما هو ده اللي انا مش هعمل التاني اللي هو لا هو قال لك يا باشا بتعمل اثنين. انا معاك وجنبك. بالنسبه لي بصراحه احلى من جامعه مصر. مصر ده متعه. انا ما جيتش هنا بقالي كام سنه، بقالي حوالي سنتين ولا 3 سنين. بقالك انت ما نزلتيش فينا اخر مره يوم امتحان؟ اه، بقالك يا ست اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. 12 بقالك 3 سنين. يا خبر. 3 سنين وشهور كمان. طبعا 8 9 10 تخيل داخله في 3 سنين ونص، 3 سنين و5 شهور. يا نهار ابيض، الايام بتعدي بسرعه قوي. وكل سنه اقول انزل الشتاء الجاي، بس حاسه كل حاجه زي ما هي ما اتغيرتش. ايه الحاجات دي ما كانتش موجوده وانت موجوده. هي دي بس اللي ما كانتش موجوده. تصدقي شكلهم حلو. ما دي واحده بلاستيك، واحده الورق، واحده جامعه المنصوره بقى القمر اللي ليا فيها ذكريات حلوه قوي. كل مكان هنا كنت بقعد هنا. بصوا شايفين المكان اللي هناك ده؟ كنت بقعد هنا كتير ونقعد نتصور. بصوا الجمال، بجد حاسه ان انا ما شفتهاش من زمان قوي. بصوا شايفين القمر؟ شايفين؟ بصوا بقى، انا وحشتني الجامعه قوي قوي قوي. كل حاجه بجد مفتقداها هنا قوي في الجامعه، اللي هو قضيت ذكريات كتير قوي جميله جدا جدا جدا. مفتقده كل حاجه، بمعنى كل حاجه. كل مكان كان فيه ذكريات هنا عشتها بجد. يعني احلى ايام واحلى اوقات قضيتها وعملت ذكريات كتير قوي انا واصحابي هنا. جو حر وشمس قوي، ولا كأننا في شهر 6 في شهر 7. يعني الجو فعلا صعب قوي، المفروض ما يكونش كده اصلا. احنا في 12 يا جماعة، في 12. فين الشتاء؟ فين؟ في الطريق لاستلام الملف بقى. بصوا بقى، انا بعيشكم كده كل اللحظات عشان تبقوا معايا لحظة بلحظة كده. انا هروح استلم بقى الملف بتاعي اللي فيه الاوراق. اهم حاجة في الملف ده خدها شهادة الميلاد، لان شهادة الميلاد بتاعتي ضايعة. هتقولوا لي روحي طلعي شهادة ميلاد تانية. لا، ما بحبش بصراحة خالص اروح الاماكن دي بقى، والسجل والاماكن بتاعت شغل الحكومة تبقى مرمطة وتعب وفرهدة وحاجات كتير يعني فوق بعضها. فما بحبش بصراحة. يا رب بس الاقي الملف بتاعي، مع انه كده هروح اسألها على الملف. انا اخيرا اخدت الملف بتاعي بعد ما دورنا ساعتين وهي بتدور على الملف بتاعي علشان تلاقيه. واقولها في قسم اعلام، قعدت تدور في كل الملفات اللي تبع قسم اعلام عشان تلاقي لي الملف بتاعي، وانا اصلا المفروض مقدمه من 2017. ما كانتش لاقياه نهائي. مسالمه صاحبتي قعدت تدور كتير قوي قوي معاها. ماليش خلق ان انا ادور لان الملفات كتير جدا. بعد بقى معاناه، تخيلوا لقيت الملف بتاعي في الملفات اللي هي تبع قسم عماره مش قسم اعلام. يعني حتى الملف بتاعي لاجل الحظ مش موجود في مكانه. كل حاجه ما شاء الله جايه معايا عكس قوي.
مفيش اي حاجه عندي خالص في مكانها. شكلي ايه مظبوط؟ ايه والله شكلك جميل. ماشي. اهم حاجه في الملف ده شهاده الميلاد. كله مهم. لا، هو اهم حاجه شهاده الميلاد، لان شهاده الميلاد بتاعتي ضايعه، وشهاده الثانويه هعمل بها ايه؟ هو اهم حاجه شهاده الميلاد. لا انا اصلا كنت طالعه عايزه. من اي مكان، عايزه شهاده الثانويه مش ممكن تطلعيها. طب هعمل بها ايه شهاده الثانويه؟ احتفظ بيها. بصوا بقى الذكريات الحلوه دي. الشمس طبعا جايه عليا، ف تعالوا بقى كده اتمشوا معايا شويه. المفروض مستنيه اصلا صحابي، وصحابي اتاخروا قوي. بصوا بقى، انا كده خلاص بجد انا عملت انجاز، يعني مبسوطه ان انا اخدت الشهاده. بصوا بقى، رحت جامعة القاهرة، ورحت جامعة عين شمس، وجامعة الزقازيق، وجامعة الإسماعيلية. أكتر جامعة حبيتها وبحبها جدا هي جامعة المنصورة، يعني بالنسبة لي شايفة ان دي هي رقم واحد أحسن جامعة بالنسبة لي، مش علشان أنا كنت فيها، بس هي فعلا حلوة وجوها حلو قوي، بعيد ان هي زحمة جدا وكبيرة كبيرة إلى ما لا نهاية. بصوا، شايفين بقى الجمال؟ انا خيالي باين اهو. انا عايزه اتصور هناك، هقول لحد بقى خليه يصورني عند المكان ده.